اهلا ومرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب كورة 24. اهلا ومرحبا بكم. المنتخب المغربي طبعا فاز على جزر القمر. الافتتاح كان جيد جدا، يمكن فيه خبر يزعج الجميع. يعني احنا البطولة ديت هدفها تقريب الشعوب، هدفها ان الناس تحب بعضها اكتر، واذا كان في اي خلافات ما بين دول، خلافات حدوديه سياسيه اجتماعيه ترجع، لكن في الاول وفي الاخر كل الدول اخوه، المغرب، الجزائر، مصر، تونس، السودان، ليبيا، الكل اخوه، والكل بيتعامل باخوه وحب وتآخي. طبعا السلطات المغربيه رحلت الصحفي في قناه النهار الجزائريه كامل مهيو، وسبب الترحيل ان هو شكك في القدرات المغربية، شكك في حفل الافتتاح، شكك في الملاعب، شكك في الفنادق، في استقبال الضيوف، يعني شكك في العمل اللي حصل من الجهات المغربية اللي احنا كلنا اشدنا بيه، واللي حتى الاعلام الجزائري اشد بيه، الاعلام التونسي اشد بيه، الاعلام الليبي والسوداني اشد بيه، في مصر اشاده وفخر بيه، الاعلام الخليجي اتكلم بيه، برامج السعوديه اتكلمت عليه، كل الاتحادات نزلت وبعت التهنئه وشكر للاتحاد المغربي. الدنيا حلوه والناس فرحانه جدا بالمغرب، والناس فرحانه بتجربه المنتخب المغربي في كاس العرب، بتجربته في كاس العالم. فاذا دي كلها امور للتقارب، الكره هنا للتقارب وليس للتباعد. فما فعله كامل مهيوي يعني شيء صعب. قرار الترحيل قرار حكيم وقرار جيد، انت غلطت وتستحق عقابك، ويجب على الاخوه في الجزائر اللي هم يصدروا بيان ويعاقبوه، لان برضه احنا قلنا الناس في الجزائر متوافقه مع اللي عملته المغرب، وبتشكر عادي وبتتكلم على الاتحاد المغربي وعلى المنتخب المغربي. فاللي عمله كامل مهيوي خطا. احنا رأى بسطح، عايزين رأى بسطح، عايزين علاقات فيها تلاؤم والتحام، عايزين الدنيا ترجع تاني. ما صدقنا الناس الدنيا بتهدى والجزائر هتلعب، وان شاء الله الجزائر تفوز والمغرب تفوز وتبتدي البطوله تروح وتيجي، مفيش اي مشاكل. ليه نرجع الماضي لورا؟ فريق الجزائر اللي ما رضاش يلعب في المغرب، ليه هذه الوجوه القبيحه هي اللي تظهر؟ لا، انا عايز اللي يظهر النهارده ان الجزائر تلعب في المغرب وتفوز، ان الاعلام الجزائري يتكلم كويس على المغرب، الاعلام المغربي يتكلم كويس على الجزائر. احنا مصدقنا الحمد لله ان في مصر حتى ابتدى ينسى شمال افريقيا، ما حدش في جماعه تونس ولا المغرب ولا الجزائر، الناس كلها بتشجع الانديه المغربيه والتونسيه والجزائريه، الناس المصريه كلها بتشجع المغرب. كنا شفنا الاف المصريين كله قاعد على اعصابه في كاس العالم مع المغرب. الناس كانت صعبه، الموضوع كله بيشجع، صدقني زي مصر بالظبط. هي مصر كانت بتلعب مش المغرب، اللي كان بيلعب في كاس العالم هو مصر مش المغرب، في ماتش اسبانيا، بلجيكا، فرنسا كلها. فعايزين الامور دي هي اللي ترجع تاني، مش عايزين اي خطوه للوراء. قرار حكيم من السلطات المغربيه، ولازم السلطات الجزائريه تصدر بيان، ولازم معاقبه لهذا الصحفي، ومعاقبه لاي صحفي يخطئ او يدخل نفسه في هذا الامر. شكرا لكم.